هل أنت مخير أم مسير؟ سؤال لطالما بحثت عنه كثير وما في ولا واحد أقنعني، إلى أن وقفت على محاضرة للشعراوي رحمه الله يقول فيها إن الإنسان في الحياة بين ثلاثة أفعال. أولا أفعال تقع عليه، وأفعال تقع فيه، وأفعال تقع منه. كيف؟ أولا الأفعال التي تقع عليك، مثلا خرجت من بيتك شفت الجو مطر أو ثلج، برد، حر، أي شيء، هنا هل تقدر تغير شيء؟ لا، ما تقدر. إذن في هذه الحالة أنت مسير. ونأتي للفعل الثاني اللي هو أفعال تقع فيك، هذا تكون داخلك. مثلا عندك الدورة الدموية في الجسم، هل تقدر تغير فيها شيء؟ أبدا. طيب نبضات القلب عندك، هل تقدر تتحكم فيها؟ ما تقدر. في هذه الحالة أنت مسير. ونأتي إلى الفعل الثالث وهو الأهم، اللي هو أفعال تقع منك. هنا أنت مخير في هذه الحالة، بحيث أنك قد تفعل الخير وقد تفعل الشر. هذه المعلومة اللي حبيت أوصلها لكم، والحمد لله أني وصلت لها وأقنعتني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.